انا اتمنى من ربنا حاجه واحده سعادتك، ان ربنا يوفق الدنيا على بعضها. لان ونجي ميعادنا النهارده مع معلومه جديده والاكيد انها مفيده. زيت الزيتون من الزيوت اللي بتتعرض للغش كتير جدا، وتيجي تشتري ازازه منه تلاقيها غاليه بس للاسف ده مغشوش. تعالى بقى اقول لك ازاي تقدر تشتري زيت الزيتون الاصلي وانت مطمن، وكمان انهي نوع تبعد عنه. اول حاجه عينك تيجي على الكلام اللي مكتوب على الازاز، يعني لو لقيت مكتوب كلمه زيت زيتون عضوي او بيبقى مكتوب عليه كده اورجانيك اكسترا فيرجن اويل او كلمه اكسترا فيرجن اوليف اويل، ده معناه كده ان ده زيت زيتون بكر عضوي، يعني الزيت ده جاي من شجره زيتون مزروعه بطريقه عضويه ومضمونه جدا. كمان بص على نسبه الحموضه فيه تلاقيها اقل من 1%. خلي بالك كمان كل ما نسبه الحموضه في زيت الزيتون قلت كل ما كان نوع الزيت ده كويس جدا. طب لو ما لقيتش مكتوب عليه زيت زيتون عضوي، دور على كلمه زيت زيتون بكر، وده برضو نوع من الزيت الزيتون بس نسبة الحموضة فيه بتبقى عالية شوية بس جودته مش زي أول نوع. طيب لو لقيت مكتوب زيت زيتون خليط، وده خليط ما بين الزيت الزيتون البكر العادي والبكر الممتاز، ده اوعى تشتريه. وكمان لو لقيت مكتوب على الإزازة زيت تفل الزيتون برضو اوعى تشتريه. خلي بالك كمان من كلمة معصور على البارد، ودي كلمة لازم تكون مكتوبة على الإزازة وتعرف منها إن الزيت ده أصلي، وما لقيتش العبارة دي ما تشتريش النوع ده خالص. مهم جدا كمان وانت بتشتريه دور على الإزازة اللي لونها غامق قوي لأنها بتحمي الزيت من الأكسدة. تعالى بقى اقول لك ازاي تقدر تعرف اذا كان مغشوش ولا اصلي من الاختبارات دي. اول اختبار الريحه، انك لما تفتح الازازه تشم ريحه زيت زيتون قويه، انما لو ريحه الزيت ده مش قويه اعرف انه مخلوط عليه اي حاجه. كمان زيت الزيتون الاصلي بيبقى لزج شويه، يعني لو لقيته خفيف اعرف انه مغشوش. كمان اختبار مهم جدا انت ممكن تعمله، انك تحط شويه زيت زيتون في كوبايه وحطها في الثلاجه لمده ساعتين كده، هتلاقي الزيت دوت بدا انه يجمد، اعرف انه اصلي. ولو فضل سائل كده زي ما هو اعرف انه مغشوش. خلصت معلومه النهارده، استنونا في حلقات اقوى بكتير، وسلام عليكم.